السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. الفيديو بتاعنا النهارده هو عبارة عن فيديو تشجيعي، يا رب يعجبكم. هنعمل فيه حاجات كتير قوي. طبعا هوريكم طريقة عمل القلقاس بس على طريقتي انا. يعني هي حماتي اللي معلمها لي، ربنا يرحمها يا رب، بس يعني طريقة تحفة، لو جربتيها هتعجبك. المهم ان انا صاحية متضايقة اساسا، وبعمل بقى فنجان قهوة عشان افوق شوية. فزي ما انتوا شايفين كده، احط البن الاقيه وقع على الرخامة. ودلوقتي هتشوفوا ايه اللي هيحصل وانا بصب القهوة. ما علينا. المهم قبل اي حاجة حبايبي، لو انتم مش مشتركين معايا في القناة ارجو الاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. شايفين؟ القهوة اتدلقت في الطبق. مين بيحب الجو اللي زي دوت كده؟ انت يا ريهام صح؟ لا انت. لا. جو تركي جدا وتحفة. شايفة الشتاء؟ ايه شايفة القمر؟ ايه كدابة، هو فين طب ما القمر؟ اعرفش. مش هو اللي بتحصل بصوا يا جماعة، الراجل الجو شعبي هتموتني. حاطط كيس على راسه. الله يقوي يا رب. الكل يدعي، يلا يا جماعة ادعوا كده ان ربنا يكرمنا ويكرمكم يا رب. دي مدرسة عزيزة أباظة اللي عليها المشمع ده. المشمع ده لسه حاطينه جديد. وهناك ورا العماير الكبيرة ديت شارع عبد الناصر، واحنا ورانا شارع الوردة البيضاء. الجو تركي قوي قوي قوي. مين بيحب الجو اللي زي ده كده؟ بس الناس ده ماشي عامل لي فيها شجاع السيما، مش لابس حاجة. ودلوقتي يلا بينا على أشغال الشقة بتاعتنا اللي احنا هنقضيها. طبعا هي فترة عقوبة كده ولازم تتقضى. هنغسل طبعا المواعين كلها اللي في الحوض علشان ورانا حاجات كتير قوي هنعملها تاني. هنعمل بقى قلقاس، وزي ما قلت لكم كده ان انا هعلمكم طريقتي، بس يا رب تعجبكم. هي الطريقة طبعا انا واخداها من حماتي، مرة رحت اتعزمت عندها. انا اساسا ما كنتش بحب القلقاس ده ولا بطيقه اصلا. ففي مره قالت لي طيب بصي انا هعمله ودوقيه، لو عجبك تمام كملي، لو ما عجبكيش خلاص ما تاكليش منه يا ستي. قلت لها بلاش النبي يا ماما، علشان بس ايه، فانا عارفه نفسي يعني كل ما اروح عند حد يقول لي طيب جربيه بس بالطريقه ديت، وبدوقه ما بيعجبنيش خالص. قالت لي طيب يعني انت جربتي كتير قبل كده؟ قلت لها اه. قالت لي طب خلاص جربي بقى مرة كمان وشوفي ايه الطعم، ولو عجبك زي ما قلت لك كملي، ما عجبكيش خلاص. قلت لها ماشي يا ماما، هو الصراحة انا مرضيتش احرجها يعني. قلت لها طيب. المهم عملته. من ساعة بقى ما عملته وانا دقت الطريقة ديت، وانا بقيت مدمنة قلقاس انا وعيالي. والله بجد. يعني بقيت احبه قوي قوي قوي. فمن ساعتها بقى عرفت طبعا الطريقة منها عملته ازاي، وكل ما كانت بتعمله الله يرحمها. لان انا كنت يعني اول ما اتجوزت جديد، فكنا على طول الوقت عندها وكده. فهي بقى كل ما تيجي تعمل القلقاس اقول لها استني يا ماما عشان اجي اتعلم من حضرتك يعني الطريقة. فهي بقى كانت بتعلمني اعمله ازاي. المهم الطريقة هوريها لكم دلوقتي، هي بجد عجبتني جدا جدا. وانتوا بقى لو عملتوها بالطريقة ديت وعجبتكم ان شاء الله، ما تنسوش بقى تدعوا لي، تدعوا لحماتي بالرحمة، الله يرحمها ويحسن اليها يا رب. فدلوقتي بقى هنعمل مواعين حبيبتنا زي ما قلت لكم قبل كده. احنا بنحب المواعين قوي قوي يا جماعة، وخاصة في السقعة. يعني المية كده نازلة متلجة من الحنفية، فما تكسليش عنها برضو، لا اعمليها. يعني اغسلي المواعين وخلي ايديك تتلج عادي خالص يعني. يعني هتروح مننا فين واحنا نروح منها فين المواعين؟ بس. وشفت طبعا الجو عامل ازاي. الشتا كأنه بيرجع بظهره مش بيمشي. يعني يا عم الحاج احنا كده في الشتاء في الصيف،
احنا خلاص الشهر ايه، احنا خلاص كام يوم كده داخلين على الربيع، انت ناسي؟ انت ناسي ولا ايه؟ شكل الشتا بقى عجبه الجو عندنا، فقال يطول عندنا شوية او اتأخر بقى عن يعني. طبعا الصيف برضو طول، فشكلهم كده بيضربوا في بعض ولا ايه، فقالوا فالشتا قال بقى اشمعنى الصيف طول السنة اللي فاتت، فانا كمان اطول انا بقى وعكن عليهم. بس بجد يعني ماشي. الجو دوت اللي انا وريته لكم انا بموت فيه، بحب الجو اللي زي دوت قوي 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 دوت. احب اركب بقى عربيه واركب اي حاجه ميكروباص يعني، من اول البحر كده لحد اخره. ما تخيلوش يا جماعه الجو دوت وانتوا ماشيين كده على البحر، بس تكونوا راكبين مواصله يعني. لان لو انتوا مشيتوا على رجليكوا هتطيروا بمعنى الأصح، وهترجعوا عبارة عن كتلة تلج. فالتمشية أحسن حاجة طبعا. لا تمشية ايه، الركوب أحسن حاجة طبعا. يعني تركبي لو عندك عربية كده، الله بقى، تقفلي الإزاز عليكي كده وتشغلي عمرو دياب، وتروحي بقى ماشية من أول البحر لحد بحري في الآخر هناك خالص، وتمشي ايه على مهلك خالص كده، تستمتع بالجو. إيه، او ميكروباص او اتوبيس. يعني في الاتوبيس ابو دورين دوت التحفه اللي انا بموت فيه، وانا ركبته مره واحده بس انا وفروحه، بس من ساعتها وانا عشقته، لاني كان جميل جدا. يعني بجد كده اللي يركبه اعتبريه فسحه، يعني حلوة قوي قوي. وخاصة بقى ايه لو ركبتي في الدور اللي فوق، بس طبعا الدور اللي فوق في الوقت دوت ما ينفعش لانك هتتلجي برضو. بس والله العظيم متعة. يعني لو كانت البت فروحة معايا، بس هي كانت في درس بقى، كنا رحنا عملنا دوت، ركبنا الاتوبيس وكنا اتفسحنا عليه من اول البحر كده لحد اخر. الاتوبيس دوت يا جماعه اللي بقول لكم عليه دوت، ده بيبقى الموقف بتاعه في اسمها ايه، في المنتزه. بيفضل بقى ماشي من المنتزه كده، يعني من اول البحر لحد اخره لحد بحري. بس بجد بجد متعة يعني. المهم ما علينا، زي اكمل لكم بقى حكاية المواعين حبيبتي. انا بغسل مواعين اهوت، يا عيني عليا والمية نازلة متلجة. هتقولوا لي طبعا طب ما شغلتيش السخان ليه؟ هقول لكم حبايبي انا ما عنديش سخان، انا لسه واخدة شقة جديدة، والشقة ما فيهاش اي حاجة. يعني ما فيهاش غير الصالون اللي انا كل شويه اعمل لكم روتين بيه دوت، وفيها سرير كده صغنن، ويا دوب البوتاجاز وبس كده. بس ان شاء الله هجيب كل حاجة ان شاء الله واحدة واحدة كده. بس المهم دعمكم ليا، وان انتوا تشتركوا في القناة وتبقوا من عيلتي الصغيرة، واللايك على الفيديوهات، الله يخليكم، علشان اللايكات هي اللي بترفع الفيديوهات. ربنا يخليكم يعني، ما تبخلوش عليا بلايك صغير كده يعني. ولا الكومنتات اللي انتوا بتقولولي عليها، يعني الكومنتات اللي انتوا بتكتبوها لي انا بحب اقراها جدا جدا، علشان انتوا كلامكم كده بيديني يعني ايه، إيه شجاعة كده. بحب اقوم اعمل الحاجة. بحب اعمل لكم فيديوهات كتير لما بقرا الكومنتات بتاعتكم. ايه تاني، كنت عايزة اقول لكم حاجة مهمة جدا. ان شاء الله بقى عايزين بقى ايه، يعني خلاص فاضل كام يوم على رمضان اهو، كل سنة وانتوا طيبين يا رب وبألف خير. فعايزين بقى نروح المنشية بقى ونشوف الحاجات اللي هناك اللي بتتباع بقى، ونجيب زينة ونجيب المفارش بتاعت رمضان. هنجيب حاجات كتير قوي، وكمان هعمل لكم روتينات كتير قوي ومفاجآت كتير قوي في رمضان ان شاء الله. وكام يوم كده بإذن الله بإذن الله هروح اشتري التلاجة، علشان بقى رمضان وحاجات رمضان بقى ان شاء الله. بس التلفزيون بقى الشاشة يعني، انا ابني اللي هيجيبها لي في عيد الام، ربنا يخلي لي يا رب. فهنعمل حاجات كتير قوي مع بعض. هنا بقى طبعا انا عماله اشرح لكم العلبه ديت بتاعت مكوة بيبي ليس، ومش عارفه افتحها بقالي حوالي ساعه، ففي الاخر فتحتها الحمد لله بسلام. فرحت بقى فرح عماله بقى ايه، عامله لي نفسها فنانه بقى، وكل يوم تقوم وتدخل بقى وترسم، المهم يعني تروح قايمه بقى رميالي السكتش بتاعها هنا، وترميلي الاقلام هنا. ففي الاخر بقى خدت كل الاقلام بتاعتها وحطيتها في علبه البيبي ليز دي. بس والله انا فايفه يعني، حطيت لها الاقلام كلها كده، وحطيت لها بقى في الدرج بدل الاقلام ما هي متبحتره كده. فاحنا دلوقتي بقى هناخد الرز دوت علشان الغدا. بعد كده هنشيل بقى كل الكركبه اللي انتوا شايفينها ديت، ونروح بقى دلقين شويه صابون كده وشويه خل لو عندك. انا ما كانش ساعتها عندي خل، فحطيت شويه ميه،
وهتدعكيها بالسلكة الرخامة كلها. هنا بقول لكم يا جماعه لازم تحطوا حاجه تحت علبه السمنه، لان العلبه ديت بتعمل صدى تحتها، فانت حطي اي حاجه تحتيها، يا اما طبق بلاستيك او اي حاجه يعني تحمي الرخامه منها. كده بقى حبايبي احنا بدأنا في تنظيفات رمضان. يعني انا شلت بقى المطبخ كله، بس انا ما رضيتش اطول عليكم يعني. شلت الادراج وشلت كل حاجه من المطبخ ومسحت تحتيها وغسلت السيراميك وغسلت الاشاني كمان. يعني خلصت كل حاجة، كل المطبخ. فالفيديو ده تشجيع، يلا لو انتي بقى لسه ما خلصتيش بقى تنظيفات، فعلشان بقى ما يبقاش وراكي يعني هيصة في رمضان وان انتي تشيلي وتحطي وتنضفي، لا خلي الشهر دوت عندك للعبادة. يعني اقري قرآن كتير، اذكري ربنا كتير، يا رب ربنا يتقبل مننا ويجعله في ميزان حسناتنا ان شاء الله، انا وانتو وكل السامعين يا رب. يلا اكتبوا في الكومنتات يا رب. آه، فزي ما قلت لكم كده احنا هنخلي شهر رمضان دوت يا جماعة عليه العبادة، مش عشان بقى احنا هناكل ايه ونعمل ايه ونجهز ايه، لا الشهر دوت شهر كريم يا ناس. يعني استغلوا الشهر دوت، ده هو شهر في السنة، استغلوه وصوموا وصلوا من قلبكم، وادعوا لنفسكم وادعوا لعيالكم وادعوا لكل حبايبكم، ادعوا لهم وادعوا لي انا كمان، ربنا يا رب يفرجها عليا ان شاء الله ويفك كربي. عايزين بقى ان شاء الله اول ما اجيب التلاجة كده اخدكم بقى وانزل ونروح نجيب بقى الخضار ونجيب الحاجات اللي احنا هنفرزها كده، واكتبوا لي تحت انتوا بتعملوا ايه وبتكتبوا يعني اهم حاجة ان انتوا تشيلوها في رمضان ايه في الفريزر بقى وكده. إيه طبعا انا هروح يعني هقعد حوالي قبلها باسبوع كده علشان هقعد انضف الخضار وهجهز كل حاجة احطها في الفريزر. بس ادعولي يا رب ان انا اجيب التلاجة قبل رمضان ان شاء الله. طبعا انا خلصت بقى غسلت الرخامة بالمية والصابون، بس انتوا يا ريت بقى تحطوا بدل المية تحطوا صابون بدل المية تحطوا خل، لان الخل بيقتل اي جراثيم اي حاجة طبعا زي ما انتوا عارفين. اوعوا بقى تحطوا المنظفات الكتيرة بتاعت الارضيات ديت على رخام المطبخ عشان غلط جدا جدا. دلوقتي بقى بنرصها اهيت، انا مش هحط بقى كركبه وحاجات كتير عليها، انا بس حاطه الصينيه ديت وحاطه فيها الاطباق والكوبايات لحد ما اجيب رشه ان شاء الله. بعد كده بقى هنروح بقى نتغدى، نشوف بقى الغدا ايه. بس برضو زي ما قلت لكم كده هنعمل بقى ان شاء الله قبل رمضان باسبوع هنفرز بقى حاجات كتير قوي، واكتبوا لي زي ما قلت لكم ايه الحاجه المهمه اللي انا اجيبها في. ودلوقتي يلا بينا بقى يا امارات علشان نعمل الغدا بتاعنا. طبعا انا قلت لبنتي ان هي تنزل كده عند الخضري وتنقلي قلقاسية كبيرة واحدة بس، ما تجيبليش اتنين، وتقطعها لي كده 4 زي ما انتوا شايفين. فهي عملت كده بالظبط. فانا دلوقتي بقى ايه، اخدت الكيسة اللي كانوا فيها وهنقشر القلقاس دوت ونخرطه صوابع، وشوفوا معايا هنعمل ايه تاني. خلي بالكوا اهم حاجه تتفرز بقى معانا طبعا القلقاس دوت، لان فاضله كام يوم كده ويخلص مش هنلاقيه، فهنجيبه بقى طبعا اكياس وهيبقى غالي جدا. هو طبعا كده كده غالي. يعني بنتي جابت لي الكيلو القلقاس ب15 جنيه، غير الخضره بقى بتاعته والسلق بتاعه. يعني بجد الاسعار بقت حاجه هنقولي يلا الحمد لله. طبعا السكينه معصلجه معايا زي ما انتوا شايفين كده، كانت السكينه لان هي دي بس اللي عندي، فما كنتش عارفه اخرط بيها، فعماله احاول ان انا اخرطه لحد الحمد لله ما اتخرط كده اي حاجه وخلاص. واخيرا كده وبعد معاناه خرطته الحمد لله، وبعمله بقى صوابع اهو زي ما انتوا شايفين كده. طبعا بنقطعه صوابع، بعد كده بنخليه مكعبات، بنقطعه مكعبات. طبعا عارفه ان انتوا ستات بيوت شاطرين، بس الكلام دوت يعني للبنوتات اللي داخله على جواز جديد. وعلى فكرة الفيديو ده يا جماعة برضو فيديو تشجيع، يعني مش فيديو ان انا بقى بعلمكم حاجة تعملوها، لا كله عارف القلاص بيتعمل ازاي وبيعملوا الاكل ازاي. بس زي ما قلت لكم دوت فيديو تشجيعي. تمام كده انا خلصت اهو، قطعته صوابع وبقطعه بقى مكعبات.
طبعا انا حاطه يا جماعه ميه على النار علشان تغلي، يعني خليكوا كده خطوه بخطوه معايا علشان تعرفوا الطريقه اللي انا بقول لكم عليها. بس بجد اللي ما بيحبش القلقاس لو ضايقوا بعد الطريقه ديت هيحبه هيموت فيه كمان. بعد الشر عليكم طبعا. بصوا بقى انا حطيت ميه على النار علشان تغلي. فطبعا جبت السلق كده وشطفته. فبشيل منه من العنقود يعني بتاعه زي ما انتوا شايفين كده، وهحطه في الميه وهي بتغلي. وادي الميه يا جماعه غليت اهي. هنحط بقى السلق بتاعنا ونسيبه كده لحد اما يطرى كده شويه. هنقلبه طبعا ونغطيه بقى ونسيبه. بصوا يا جماعة، هي والقلقاس دوت يعني ليه كذا طريقة، بس الطريقة اللي أنا أعرفها عن نفسي هي الطريقة ديت اللي أنا عرفتها من حماتي أمي، الله يرحمها ويحسن إليها يا رب ويرحم كل أمواتنا. هي ما كانتش برضو بتحب القلقاس جدا، يعني كل البيت عندنا ما كانش بيضيق حاجة اسمها قلقاس. إيه، فبصراحة أنا عمري ما شفت مامتي كانت بتعمله ازاي، ولا شفت اي حد بيعمله ازاي تاني غير الطريقة ديت بتاعت حماتي. هي دي بس الطريقة دي اللي انا اتعلمتها علشان ديت انا حبيتها. فطبعا لما اكلتها دقتها وحبيتها، فطبعا عايزة اتعلمها بقى علشان هعملها بقى على طول. فسمعت ان في ناس بتحمره وفي ناس بتحطه كده في شاشة وتمسحه. بس متهيالي ما بتنزلش النشا بتاعته، يعني على ما اظن طبعا. فانا بعد ما شلت السلق بقى يا جماعة من المية فطفيت عليها، ورحت حاطه بقى ايه القلقاس علشان اسيبه كده ينزل النشا بتاعته. هسيبه في المية طبعا حوالي ساعة، او لو انتي مستعجلة يعني حوالي نص ساعة كده، لكن انا لسه قدامي شوية. فدلوقتي طبعا هنروق اللي احنا عملناه دوت، وهنضف بقى الخضرة بتاعته. ده بنتي جايبالي جرجير وحاجات وكزبرة. فانا هنضف الخضرة ديت واروح اغسلها وانقعها في مية ونكون طبعا محضرين التوم بتاعنا مقشرينه بقى ومجهزينه علشان ندقهم مع الايه مع الخضرة. تمام كده. إيه، يلا خليكم معايا بقى اشوف هنعمل ايه تاني. المهم نروق الهيصة اللي احنا عملناها ديت، وبلم الزبالة اهو في الكيسة اهو، انا اسفة يعني. وبكده حبايبي خلاص. فاحنا طبعا انت هتحطيه في مصفة المكرونة وهتغسليه زي انا ما بغسله كده، كأنك ايه يعني تعاملي معايا كأنك بتغسلي رز، معاملة الرز، فاهماني؟ هتغسليه طبعا مرة واتنين وتلاتة لحد لما ايه تمسكي كده القاسية تلاقيها خشنة في ايديكي مش بتتزفلط. شايفة انا كل ما بغسله بلاقي نشا قد ايه نازلة من المية. فانتي لازم ايه لحد ما تغسليه لحد لما تلاقي المية كده بقت صافية وحلوة بتاعته كده، ما تلاقيش فيه نشا. طبعا في ناس بتقولي ان الطريقة ديت غلط لانها هي بتكسر كل الفوائد بتاعته، بس الصراحة انا ما بحبوش غير كده يا جماعة، فانا بعمله كده يعني. فاللي ما بيحبش الروليس كده كده مش ما بياكلهوش، فما بيستفادش من الفوائد بتاعته. فانتوا كلوا بالطريقة ديت هتستفادوا بقى من ايه بقى، من الخضرة، من الشوربة، من الحاجات التانية يعني، من التوم. فمش شرط ان انتوا تستفادوا من القلقاسة نفسها. شايفين بقى المية كل مدى ومدى بتبقى صافية ازاي وحلوة. بس كده. وهنروح بقى ايه بعد ما خلصناه هنروح نحطه على النار ونحط الشوربة بقى بتاعتنا عليه. وبكده طبعا يا جماعة هو استوى، بس انا مش عارفة المقطع التاني ده راح فين، عمالة ادور عليه، قلبت الموبايل على المقطع اللي انا عملته فيه واللي انا بغرفه. يا جماعة انا كنت عايزاكم تشوفوا شكله، تشوفوه هو تحفة وايه وشكله كان جميل جدا، بس راح المقطع ده فين انا مش عارفة. هنا كنت مطلعه لكم القاسية وكنت بوريكم ازاي هي طرية وازاي الشوربة كده سايلة مش ماسكة في بعض. وطبعا هنا بشرح لكم بعد ما خلصت المطبخ وخليته زي الفل لقيت برضو مواعين تاني، ولسه هنلاقي مواعين تاني وتاني وتالت ورابع وخامس وايه. مش هتخلص المواعين ديت مننا ولا احنا هنخلص منها. المهم بقى انا زعلانه جدا علشان المقطع اللي ضايع مني دوت مش لاقياه. انا بجد كنت عايزه اوريلكوا البتاع القلاص كان شكله عامل ازاي، بس هو كان طعمه يعني كان تحفه. يعني عيالي كده كان بياكلوه. فرح بنتي بتقولي انا لما باكل اكلك يا ماما
مش بينزل في بطني، لا بينزل على قلبي. حبيبتي، هو في كلمة تانية عايزة اقولها بس عيب بقى، احنا على الهوا يعني. هنا بقول لكم ان في البتاعة ديت اتحرقت، الكزرولة ديت اتحرقت من ايه، من البتاعة اللي وانا بعملها، وانا بحمر التومة، فحطيت يا دوبك كترت شوية صابون فيها شوية، ودعكتها بقى جامد قوي ونتفت. يعني مش لازم سلك معين ومش لازم الحاجات دي. وهو ده الفيديو بتاعي النهاردة حبايبي، يا رب يكون عجبكم، يا رب تكونوا استفدتوا ولو 1%. بس انا زعلانة جدا بجد والله، علشان المقطع اللي انا بقولكوا عليه دوت اللي انا تعبت فيه، وفي الاخر لقيت ان انا مش بصوره اصلا. فزعلانه جدا 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 بجد والله. بس اوعدكم ان انا هعمله تاني، بس طبعا مش هوريكم خطواته تاني، انا هحط لكم بس شكله كده وتشوفوه. وتشوفوا السماكه بتاعت الشوربه، الشوربه عاديه خالص مش سميكه بقى زي ما بتاكلوه كده بره ولا اي حاجه. آه، وما تنسوش بقى حبايبي الاشتراك في القناه واللايك على الفيديو ان شاء الله لو عجبكم، وكومنت حلو كده منكم زي ما انتم معوديني عليه. ربنا يا رب يخليكم ليا وما يحرمنيش منكم ابدا ابدا. وما تنسوش بقى حاجات رمضان اللي احنا هنعملها سوا، واشوفكم على الف خير ومع الف سلامة.